إيلي كوهين الجاسوس الإسرائيلي الذي تمكن من التغلغل في قلب السلطة السورية في الستينات وأصبح قريبا من صناع القرار قبل أن يكشف أمره ويعدم بساحة المرجى بدمشق أمام آلاف السوريين. اتولد في 6 ديسمبر 1924 في مدينة الإسكندرية لعائلة يهودية مهاجرة من مدينة حلب السورية. نشأت على التقاليد الدينية اليهودية والتلمودية. التحق بمدرسة الميمونيين بالقاهرة تحت إشراف الحاخام موشي فينتورا حاخام المدينة، وأتقن اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والعبرية. التحق بجامعة الملك فاروق لدراسة الهندسة، ثم توقف عن الدراسة وانضم لمنظمة الشباب اليهودي في مصر، وكان متحمس للسياسة الصهيونية تجاه البلاد العربية، وكان ناشط في حركة الشباب الصهيوني في مصر، وتولى تدريب الطلاب على تعلم اللغة العبرية وشجعهم على الهجرة إلى إسرائيل اللي غادرت لها عائلته عام 1949، بينما اختار هو البقاء في مصر وعمل تحت قيادة